المتحف اللي العالم كله مستنيه. النهارده هنتكلم عن واحد من أعظم المتاحف في العالم، المتحف المصري الكبير، الصرح اللي بيجمع بين عبق التاريخ وروعة الحداثة، واللي هيكون بوابة جديدة لاكتشاف حضارتنا العظيمة. المتحف ده مش مجرد مكان لعرض الآثار، ده مشروع عالمي ضخم بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية، وأهمها كنوز الملك توت عنخ آمون، واللي هتتعرض لأول مرة مجمعة في مكان واحد. قبل ما تدخل المتحف هتلاقي قدامك الساحة الكبرى، وهي واحدة من أضخم المساحات المفتوحة المرتبطة بمتحف أثري. الساحة دي مصممة علشان تكون مدخل مهيب يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة. أول ما تدخل المتحف المصري الكبير هتلاقي نفسك في البهو الرئيسي، وهو واحد من أضخم المساحات الداخلية في المتحف، مصمم بطريقة تخليك تحس بالفخامة والعظمة اللي بتميز الحضارة المصرية القديمة. في قلب البهو واقف تمثال رمسيس الثاني الضخم، وهو أول حاجة هتقابلك أول ما تدخل المتحف. التمثال ده مش بس قطعة أثرية، لكنه رمز لعظمة مصر القديمة، بيقف في موقعه بكل هيبته كأنه بيرحب بالزوار في المتحف اللي بيحكي قصة حضارته. البهو الرئيسي مش مجرد مساحة فاضية، لكنه بداية لاستكشاف الكنوز اللي جوه المتحف. من هنا تقدر تشوف الدرج الملكي الضخم اللي بيودينا للأقسام المختلفة، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. استنونا.